أهلا وسهلا. مكرونة اليوم سهلة مهلة وتري رابيد، 10 دقايق تقريب. اون بلوس في ماعون برك. دونك ناخدو الزيت نصبو المكرونة نحمروها لين يتبدل اللون شوية متاعها، يولي هكاكا معناها تحمار شوية ذهبي شوية. نزيدو كعبة بصل مقطعة جوست جويدة. دونك نحركو الكل، يتحرك الكل مع بعضو ديما دون لو بوت انه هي تتحمر والواحد يذبل شوية. ثوم بالطبيعة، ونزيدو معها شوية كمون مش برشا، ونخلطو الكل مع بعضو ونحمسوه كما يقولوها مع بعضو. خليوها ياخو معناها يتخلط النكهات الكل في بعضهم وياخو لون شوية مش برشا معناها رابيدمون. بعدها نزيدو الفلفل الكحل، نزيدو الملح بالطبيعة شوية شوية، شوية تابل وكروية. تنجمو تعملو بزيت شوية ما يخلقش بيان سور. وبعد تخليطة باهية، خلي النكهات الكل تدخل في بعضها وتتفوح وتتحمص. بعد نزيدو الصوص تومات. واذا كان تحب تنجم تزيد معاهم كيما مش نزيد انا توا مكعب نتاع مرقة نتاع خضرة بار اكزومبل ولا حاجة باش تعطي شوية نكهة، تخليها تتحمص تاخو شوية معناها نار. وبعد تزيد الماء السخون بالطبيعة، ماء يغلي تسكر عليها وتخليها كيما تنجم تفقدها ساعة ساعة. تزيدها شوية ماء بيان سور باش تتبعها باش ما تشيهش، خاطر ماذا بينا تكون جوسي وتكون معناها فيها شوية مرقة، وتخليها تغلي على روحها لا أكثر ولا أقل. تستناها حكاية 2 3 دقايق تتبع الذوق، ما تخليهاش معناها طيب 100%، خليها الدنتي ناقصة، لأنه ماك تعرف حتى بعد ما نطفيو عليها تقعد تكمل التطيب. وبعد بيان سور صبها في المعون اللي تراه صالح، وكاهو معناها تنجم تذوق بنينة برشا رابيد وسهلة متاع. زيد معها شوية دجاج، زيد معها حاجة بنينة.